اخد ايه؟ اخد بما اننا بنتكلم على الرئيس المعزول، ناخد الخبر الجاي بتاع الوفد كخبر اخير. ان كشف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان حكومة الدكتور هشام قنديل اللي عينها الرئيس المعزول مرسي تنازلت لإسرائيل عن بئر غاز بمنطقة المياه المصرية على بعد 190 كيلومتر شمال دمياط، ويبعد حوالي 235 كيلومتر عن حيفا، وتقدر قيمته ب 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تتحرك تجاه هذه القضية حتى الآن. وقال جودة أن قطر كانت تريد التحكم في منطقة قناة السويس من أجل السيطرة على التجارة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها كانت تريد أيضا شراء أراضي بمنطقة إقليم القناة بأسعار أقل من القيمة الحقيقية. يا نهار اسود، 200 مليار دولار تم التنازل عن بير غاز ب 200 مليار دولار. وعلى فكره الدكتور صلاح جودة بيقول دايما الحاجات بتاعته بالمستندات، ده راجل اقتصاد لا وبعدين اصلا بتتحسب هل هي دلوقتي في المياه الدوليه ولا اقرب الى الشواطئ المصريه اللي هي بعيد عن كذا، واضح جدا مياه مصريه على بعد 190 كيلومتر من شمال دمياط. طيب وبعيده عن حيفا بقد ايه؟ 235 كيلو. ازاي بقى اسرائيل تاخدها؟ بالظبط. يعني احنا بقى ده يعني نشوف بقى الفساد اخباره كل ايه. كل سنه واحنا طيبين بمناسبه ده مش كل سنه واحنا طيبين، ده ان احنا نعمل اسبوع. اهو ده بقى الفساد الحقيقي اللي المفروض نركز عليه، مش حكايه واحد موظف بياخد 20 جنيه في الدرج. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يكون حد سمعنا ويرد علينا بخصوص هذا الخبر. 200 مليار دولار دول مش مبلغ قليل. لا مش بس يرد، يصحح الوضع. لا يرد علينا ايه اللي بيعملوه. ما هو لو ساكتين هيخشوا السجن. على فكره اللي هيسكت عن ده هيدخل السجن. ولازم الموضوع ده يصحح. هذا خطأ يجب تصحيحه، واللي مش هيصححه هيدخل السجن. ده اساسي. ومش هرجع الفلوس. حول ولا قوه الا بالله. طبعا انتهت فقره الصحافه.